بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبارك لكم هذا الجمع الطيب وهذه التظاهرة المباركة لنصرة مقدساتنا، وبخاصة نصرة قرآننا دستورنا الذي نعتز به، الذي هو الوثيقة الوحيدة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والمحافظ عليها كما أنزل في عصرنا الحاضر. أيها الإخوة الكرام، إن مقدسات الإسلام مع الأسف الشديد واحدة تلو الأخرى تدنس من قبل أعداء الإسلام، فمرة يظهر الرسوم المسيئة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى يخرجون فيلما مسيئا إلى مقام الحضرة النبوية، والآن ومنذ فترة يحرق القرآن الكريم مرة مرات في السويد، وكذلك في دنمارك. أمام هذه الانتهاكات الخطيرة وهذا العدوان الظاهر وهذا الإجرام الخطير بحق مقدساتنا بل وبحق كرامتنا، يجب للأمة أن يكون لها موقف واضح من انتهاك مقدساتنا. فهذه الانتهاكات وهذه الإهانات وهذه الإساءات ليست موجهة إلى القرآن الكريم والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، وإنما في حقيقتها موجهة إلى كرامتنا نحن المسلمين، حوالي 2 مليار مسلم، وحوالي قريب من 60 دولة إسلامية. أين هذه الدول وأين هذه الجماهير من هذه الإهانات؟ وإذا كان الغرب مع الأسف الشديد يتشدق بقضية الحرية، فلماذا لا يستطيعون أن ينتهكوا أو أن يتحدثوا عن تقليل هولوكوست، أو أنهم ينتهكون أو يدنسون علم الشواذ، علم المثليين؟ القضية إذن إخوتي الكرام هي قضية ضعفنا، ولذلك رب العالمين حينما تحدث عن المصائب والتحديات أرجع المسؤولية الأولى إلى أمتنا، إلى أنفسنا. قل هو من عند أنفسكم. نعم هؤلاء مجرمون، نعم هؤلاء اعتدوا علينا، ولكن لو علموا علم اليقين بأن مصالحهم الاقتصادية والسياسية تتضرر لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. ولو كان العمل فرديا لقلنا هذا عمل فردي، ولكن العمل مؤسسي يخطط له ويبرمج له، ثم بعد ذلك تحميه الدولة بكل ما تعني الكلمة، وتهيئ الدولة أمور الإعلام وما أشبه ذلك. فلذلك واجبنا جميعا كل بقدره. واجب الدول الإسلامية أن تقوم بالتهديد بالمقاطعة السياسية والمقاطعة الاقتصادية لكل دولة تحاول أو تسمح سماحا رسميا ومدروسا ومحميا لهذه الاعتداءات ولهذه الإهانات. فهذا واجب الدول، يجب أن تسعى هذه الدول بكل الوسائل لمنع هذه الأمور. بل يجب على منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة أن تدعو
إلى عقد اجتماع للأمم المتحدة لإصدار قرار أو قانون بمنع الازدراء إلى جميع الأديان وبخاصة إلى الدين الإسلامي ومقدساته. وواجب العلماء البيان والصدع بالحق، وكذلك واجبنا نحن كأمة إسلامية أن نقوم بواجب التبليغ، بواجب البيان، وأن نركز تركيزا كبيرا على إيصال المعلومات بجميع اللغات المتاحة إلى غير المسلمين، المعلومات التي تتحدث عن القرآن الكريم وأنه رسالة الرحمة للعالمين، والمعلومات الجيدة التي تتحدث عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واجبنا أيها الإخوة الكرام كبير. واجبنا أيضا جماهير الأمة بالمظاهرات السلمية الحضارية دون إيذاء أحد ودون الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، فهذا أيضا واجب آخر. وواجب الأقلية المسلمة أيضا أن تقوم بواجبها بكل ما تستطيع عن طريق الوسائل الناعمة والقضايا القانونية والقضائية، والتواصل مع الحكومة، والتواصل كذلك مع البرلمان، والتواصل كذلك مع الكنائس التي لا تريد أيضا ولا ترحب مثل هذه الإهانات. فلذلك واجبنا كبير أيها الإخوة الكرام. وأيضا يجب أن نعلم بأن الغرب وكذلك هؤلاء وحتى الشرق ليسوا سواء كما قال رب العالمين، فهناك عناصر جيدة وهناك مؤسسات يمكن أن تقف معنا. علينا أيها الإخوة الأحبة أن نبذل كل جهودنا وأن لا نبرد عن مثل هذه الأمور بأسبوع أو أسبوعين، ونواصل العمل إلى أن تتحقق غايتنا في منع الإهانات نحو مقدساتنا نحن المسلمين. هذا واجبنا أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى تظاهركم، وأشكر كذلك المنظمين لهذه المظاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.